السلام عليكم. اليوم غادي نوجد معكم إطار ليلة الحنة بأسهل وأبسط طريقة. أول حاجة كنوجدوها البنات هي الموديل أو التيمة اللي غادي نكتبوا عليها ونوجدوها. أنا عندي طابلت كنختار فيه الديزاين أو الاسم أو الكتابة أو الكلمة اللي بغيت أنا، كنزومي عليها وكنعمل لها واحد الابليكاسيون اللي كتخلي لي الشاشة ثابتة، فكنبقى نكتب عليها بهذه الطريقة. هذه كلشي ساهل البنات بلا ما تمشيو للوكالة تطبعوا الورقة ولا حتى شي حاجة. عندك طابليت عندك بيسي فغادي تفيكسي الشاشة وغادي تبدا تكتب على الورقة بهذا الشكل. هذا كلشي واضح وباين، غير ما تعكزوش وتحركوا ان شاء الله ويكون غير الخير. فانا اختاريت هذه الكلمة هادية، فمرحبا بكم توماي حنا داي، وغادي نكتب الاسم ديال العروسه اولا ديال الزبونه على حسب واش نفيسه ولا عرس ولا سبوع ولا ختانه، فكيبقى الكلمه اللي خصك تستعملها اولا الاسم على حسب المناسبه اللي عندك. من بعد ما كنكمل الكتابه ديالي فغادي نجيب الدجاجه ديالي، وطبعا غادي نكون مسحتها مزيان، رشيت عليها الماء ديال الدجاج اولا لانقول فكتخليها ممسوحه ونقيه، ما كيبقاش عليها ديك الحبيبات الصغيورين ديال الغبره. فاول حاجه هي تمسحوا الدجاجه ديالكم مزيان البنات. اما بالنسبه للتزيين او للديكور دائما كنقول لكم على حسب كل ذوق وحده فيكم وعلى حسب الذوق ديال الكليانه ديالكم. بغيتو تستعملوا في الجوانب داك النقش اللي عامله انا بالنقش الفاسي اولا شي وريده ولا شي زواقه، فكيبقى الاختيار ديالكم. انا كنعطيكم الفكره وانتم لكم الابداع وتفننوا في الحاجه ديالكم. فغادي نفيكسي الورقه من تحت الدجاجه ديالي. طبعا غادي تخليو في يدكم واحد البابيل اولا واحد الكلينكس، وانا كنستعمل بالنسبه لهذا الفاشيون اللي كنكتب فيه فهو لا باخاريتا. فانا دائما كنستعمل هاد الصباغه او هذا اللصق هذا، دائما كنخدم به انا، كيجيني عملي وفي نفس الوقت كيسهل عليا، كيجي فحال القلم اللي كنكتبو به اولا فحال ستيلو. اذا كنتي مبتدئه فبشويه عليك، وكل مره غادي تزيد ان يدك تطلق في الخدمه. غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الدجاجه ديالي كامله. اذا وقع شي غلط اولا شي حاجه البنات غتاخذوا العود ديال الودنين وغادي تمسحوا به بشويه. حاولوا انكم تخدموا بواحد الثقاله باش تجي لكم الحاجه اللي هي مزيونه والفينيسيون يكون عندكم مزيون والحاجه متقونه. وبالنسبه لطريقه الخدمه البنات دائما كنبداو من الاعلى الى الاسفل، ما تبداوش من الاسفل وانتم ماشي للاعلى، حيت اذا بديتو من التحت نهار اللي غادي تجيو تكتبوا الفوق في الزجاجه ديالكم غادي تنساو وغادي تمسحوا داكشي اللي عملتوه وعاود غادي تعاودوا الخدمه من جديد. لهذا دائما بداو من الجهه اللي الفوقيه وانتم ماشيين من اليمين الى اليسار اولا من اليسار الى اليمين وانتم هابطين من الفوق للتحت. انا كملت الكتابه ديالي وهكا تجي بهذه الطريقه هذه بهذا الشكل هذا. فانا في الاول اختاريت واحد الشكل اللي هو بقيت كنشوفه في التالي ما عجبنيش وليت مسحت عاوتاني عملت هاد الليله، هاد الاسم ديال ليلى كنت عملته بواحد الخط اخر وما عجبنيش وانا نولي نمسحه. اما بالنسبه للجوانب او للحاشيات فانا استعملت هاد الفاشيون هذا اللي هو كيجي واحد الغراء ابيض من داخل في حبيبات ذهبيه. فهذا البنات ملي كتعدلوه كتخليوه ينشف مزيان، حتى اذا بان لكم كاين شي انقطاع ديال الفراغ اولا شي بلاصه ما وصلش داك الغراء فكتعاودوا انكم تعملوا فيها. غير هو البنات كنأكد عليكم غير بشويه وما تكيوش على الغراء باش ما يهبطش معاكم بزاف، يعني غير شويه بشويه. يعني العمل ديالكم حاولوا انكم تمشيو فيه بواحد الطريقه اللي هي سلسه وبطيئه شي شويه باش كتمكنوا من الحاجه ديالكم. هنا غادي نخلي الزجاجه ديالي تنشف على الاقل واحد 6 ساعات ل 7 ساعات. غير هو ملي كيكون هذا الشكل تخوات ديال لي شويه خارج اولا بارز كيتطلب شويه د الوقت. انا دائما كنخليها 24 ساعه. وهنا البارتي البنات باش صبغت انا الدجاجه تمسح لي اولا ما عرفتش كيفاش وقع باش ما تسجل لي شي، فانا كنستعمل هذا الاكريليك في الابيض. فكتقلبوا الزجاجه ديالكم من بعد ما كتكون نشفت تماما البنات، وكنصبغ الزجاجه ديالي. وهذا هو الشكل النهائي ديالي البنات. كنتمنى نكون فدتكم ولو بابسط حاجه وعجبكم المحتوى اللي كنقدم. وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الزر ديال الجرس باش تتوصلوا بكل جديد. وهذا البنات يمكن لكم انكم تعملوها كمشاريع من البيوت ديالكم. انا دائما كنهضر مع البنات اولا مع ربات البيوت اللي يقدروا يخدموا العمل من الدار ديالهم، مقابلين وليداتهم مقابلين دارهم، يعني هما
في نفس الوقت كيعملوا واحد الحاجه اللي كتدخل منا واحد الربح ولو يكون بسيط البنات. هذا هو الشكل، وكنتمنى ما نكونش كثرت معكم في الهضره. انا كيعجبني نبسط الامور، كيعجبني نشرح بزاف، لهذا كتجبروني كنهضر معكم بزاف في الفيديو. كنتمنى تسمحوا لي اذا كثرت معكم في الهضره او لا طولت عليكم في الشرح، فهذا الا وكنبغي نوصل لكم المعلومه او الفكره بابسط طريقه واسهل طريقه. والسلام عليكم.